امرق من جنبها وهي الى هيك مشيه. اذا حدا بيتذكر كنت مشاغب جدا 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 جدا. بدي ادخل بالعرض عطيل ومكبه يعني الابتعاد عن المسرح. انا اسف بس بدي اقطعك بشغله لانه انا بالعكس انقذتني. قول. بدي شوي تسترسل ذاكرتك بسنوات الأحد. نعم. بكل جوانب التدريس والحياة الاجتماعية. يعني انسب كلمة فعلا صوتي واصل بهي الطريقة ولا زوده؟ يعني زوده شوي. زوده شوي. طيب الحقيقة منيح هيك ولا زودته زيادة؟ طيب الحقيقة أنا يعني تقريبا بتقدر تقول إني حاليا قاعد بالحلم يعني، وهذا الحلم حقيقة يلي كان الواحد بيتمنى نفسه إنه يكون فيه. فعشت جو، ما حبيت الفكرة. بالأخير أنا جاي من دراسة الحقوق، جاي من عالم المدرسة الثلاث شو كانوا يسموه، 3 صفوف مزروكين بالكراسي، الحقوق لسه على أداء رقبة 2000 و4000 طالب وما بعرف شو هذا المعهد اللي بفوتوا فيه 6 و7 و10 شيء حلو. عن جد ليك ما قال لهم ليك ما درسوا. كثير في تفاصيل واحد ممكن يحكيها مع اليوم مريت بس طول المزني استاذ سامي. اوكي بس دفعتنا كانت 17. احلامي انهارت طبعا، كنت افكر 6 اشخاص 7 اشخاص. نزلت بدفعه 17 واحد. ما كنت الحقيقه ولا حابب صدر صوره طالب بعد الطالب المجتهد المخلص الى اخره كذا. كنت مشاغب جدا، كنت مشاغب جدا 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 يعني بشكل منعقد. في شيء اسمه مجلس تأديبي سربت لي اياه المعلومه المدام فهميه الله يرحمها. قالت لي انتبه في مجلس بجوز يصير بقى، يعني انا عم خبرك اياها من معزتك وكذا. تلحق حالك. ايه مشان لحق حالي. فانا تشكرت. كان كل الوقت ما بعرف يعني الموضوع منين اجاني، يعني هل هو اكماله المراهقه بالعشرينات او كذا، ولا حدا قايل انه هذا المكان يعني كثير بيحبوا في قصه انه قريب من الجنون ينظروا له موهبه. فكان كل الوقت الموضوع هيك. هذا الموضوع كثير لما ما درستني السنه الاولى الست نائله كثير اثار حفيظتها، وكثير حقيقه باختصار ما كانت تحبني اطلاقا يعني. امرق من جنبها وهي الى هيك مشيه. اذا حدا بيتذكر ابدا ما تطلع مركزه بنقطه، وده صباح الخير ما في لا صباح الخير ولا صباح النور. حسيت بالخطا فالتزمت يعني. لما درستني مع بدايه المشاهد حقيقه صرت من المفضلين عندي. والسنه الرابعه أنا تحديدا هذا بقى سوء حظ كان مرتبط فيني أنا، صار معي ظرف معين مشكور الأستاذ جهاد سعد بعتقد يوصل يعني هذا باعتبار كل شيء مصور. وقف معي وكنت تعبان يعني، وحقيقة بناء على طلبي حول لي مشروع تخرجي. كان عندي مونولوجات مسرحية إغريقية وقال لابسين بدل ما بعرف شو. تحولت من مونولوجات بناء على طلبي وهو قدر يتفهم لجملتين. لابس بدله كان اسمها صيني يمكن هيك تنضبط من هون هيك. فتت قلت ما بعرف شو قد قتلت اوغنديا ما بعرف شو هيك يعني. بحزن بلف راسي ومشيت خلص. هذا هو كان التخرج. لقد وقعنا في الفخ مثلا. فاعتقد انه رفقاتي بالدفعه زملائي رح يكونوا يعني هلا عم يتذكروا رح يكونوا مدينين الي بواحد من العروض اللي انكتب له انه ينشاف من الجمهور. هو عرض تقليد، وقلت خليني بس جس صمت. كنت حاسس انه السيده نائله كانت صارمه جدا جدا جدا. فرحت لعند سدلها الرحبي زوجة رحمة الله عليه. قلت لها أنا عم فكر هيك إنه أنا أعمل يعني شيء له علاقة
بالتقليد وكذا، يعني تلاطفت قال خليني افكر وكذا، قلت له شو في وبعدين لقينا للست يعني. عملنا هذا الموضوع وكذا. بالاخير اجت الست نائله وكان عندها موقف رافض تماما. شافت طبعا كانت تنفلت منها ضحكات. كل الاساتذه اللي كانوا موجودين بفترتها تقلدوا، الاستاذ غسان مسعود، استاذ حلواتي، حتى دخلت خالد تاجر لانه زوج النايل، انتقمت انتقام غير مباشر. كان في كمان اساتذه وليد الدبس، دكتور نبيل حفار موجود. تحياتنا اللي معه ذكريات اذا صرنا الوقت هلا بحكي على شغله بينه وبينه رهيبه بالمسرح القومي بسنه التحضير ما قبل. بس ما يطلب منك تعمل تقيلي تروح فيها. لا كان في مسافه بينه وبين الاكروبات شوي. المهم وين كنا يا استاذ سعد؟ كنت عم بالتقليد. فالمهم اجت كانت تنفلت منها الضحكات وترجع لصرامتها، تنفلت وترجع، وبالاخير هي قالت طيب اوكي ولكن بدي ادخل بالعرض. شوف هالاقتراح، بدي ادخل بالعرض عطيل ومكبر. كيف لما لا بس سكتت يعني، عضيت على الجرح وقلت لها ماشي. فاذا بتشوفوا انا عرضت حتى عندي على السوشيال او حتى وقت اللي كتبت المقاله هي بالCNN بعثت لهم فيديو. فعلا بتلاقي مسرحيه ماشيه وفجاه بتوقف، بيدخلوا رفقاتي مبوزنين كلهم هيك جوا، وبيبلش بقى ما هذا الذي ارى وكذا، وبعدين بينسحبوا لورا بنكمل نحن بقى اساتذه بعد كل هالسنين لما بتلف لورا بتطلع انه نحن سوينا عرض طلعنا فيه قدام الناس مسجل، رايح الصوت شوي تبعه ماحح، لكن تبقى ذكرى جميله. فيني امشي؟ خاطر شو؟ لا عم بقول لك الشباب لسه مطولين. قديش مهم بالنسبه للممثل انه مراقبه المحيط حواليه، مراقبه الاشخاص وخارج اطار التقليد اللي كنت عم تحكي عنه، يعني بمعنى انه انا قديش بدي اشوف غير الاشخاص وترددهم. انا حاسس في مشكله صغيره عندي رغبه حلوه. لا ولا شو سبب ابتعادك عن الكوميديا؟ انت عم تقول كنت كوميديا تلعب كوميديا اكثر، شو سبب انك ابتعدت؟ طيب. ما في ابتعاد والله. انا وليس حج صار 10 سنين، اذا بسمع صوته يسمع صوتي بنضحك اول ما نحكي على التليفون، ما عم تزبط، والنص موجود، شغل ورا شغل وارتباطات يعني عم تصير ورا بعضها. ما في مشكله، بس بده يكون في انتقاء جدا حذر لموضوع الكوميديا، لانه اذا بدك الصراحه مالي شايف وقتها وسط كل هالمآسي والى اخره. الناس بتقول لك لا خلي، قال الناس انه والله لا بالعكس الناس بحاجه. ما بعتقد، بدها مزاج، بدها مزاج عام. بعتقد بدها مزاج عام، وبدها مزاج كمان خاص، يعني يقتنع الواحد بالشيء المكتوب. وبالمناسبه انا ذكرت بقول ليس حجه اكثر من مره صديقي واخي، وما ذكرت اللي عم يكتب لنا، يعني هو هذا سقط سهوا فعلا. هو الدكتور ممدوح حماده هو اللي عم معني بالقصه كلها، شيء يعني جميل جدا، وان شاء الله يكلل التجربه بخير. على اي حال كله وارد وممكن يصير ان شاء الله. درويش عبد الهادي، سنه رابعه قسم التمثيل. قبل ما اقول السؤال بدي اقول شغله يعني بدي اعترف فيها، انه عدد البروفات اللي عملت على هذا السؤال يمكن ما في مشهد خلال 4 سنوات. ما بظن انه في مشهد خلال 4 سنوات اللي مريت فيهم عملت له بروفات على قد ما عملت للسؤال بروفات. اول مره بشوفك بهالحاله درويش. واخر استاذ تيم، الظروف اللي شفناها اللي مرت فيها العالم العربي اثرت نتائجها على كثير من المجالات، واهم الفن. شفنا انه تراجع الفن او انحدار، بلشت من المسرح وانعكست على التلفزيون والسينما. من خلال خبرتك اللي هي
تعد أكثر من 20 سنة، بلشت 4 سنين دراسة أكاديمية، بعدة أعمال إحنا شايفينها وربيانين عليها مثل الانتظار وأسعد الوراق ونزار أباني، وأعمال تاريخية مثل الملك فاروق. هلا بهذا الوقت 2022 بعد ما اختلف الذوق واختلفت المعايير الفنية، كيف الممثل الأكاديمي بيقدر يحقق التوازن الفكري والنفسي لذاته بين الشيء الأصيل الحقيقي بالفن وبين الشيء المطلوب من السوق أو التجارة؟ شكرا. ما فهمت السؤال. البروفات ما زبطت. لا البروفات تستحق. سؤال جيد. لحصيغ السؤال، كيف يستطيع؟ لا باعتبارك قعدتها استرخيت يعني. طيب. والله ما بعرف كيف، هذا سؤال صعب. يا ريت الواحد بحط بهالموقف ويقول ما بعرف. يا ريت بيقدر يقول ما بعرف. ليش الفنان بيطلع باللقاءات ولا على سؤال بيقول ما بيعرف؟ ما بعرف. يعني بين انك انت تنطلق من المعهد تفتح انتشار تعمل شو ما اجاك تشتغل تثبت نفسك، بين اقول لك لا هدي اقرا كل نص من اوله لاخره اللي بيجيك، كل هذا مفتوح. ما بقدر اخذ فيه يعني مكان النصيحه. انما ما يحصل بعدين من اختلاف ذوق وهذا الشيء الحقيقه واضح تماما، يعني واضح تماما ومقسم ليكو. يعني كنا 2000 ل 2010 في مود معين للاعمال الدراميه، الطابع العام خصوصي انه اخذ مد عربي هذا الموضوع، الاعمال التاريخيه الضخمه الثنائيه هي اللي اغنت الدراما العربيه، الدكتور وليد والاستاذ حاتم بحضور شركه انتاج تجتهد وتقدم اللي هي سوريا الدوليه. طيب بتروح بعدين بتتغير الظروف، كيف بدك تفكر؟ يعني انا على سبيل المثال قايم الدنيا وقاعده وابتدأوا الكتاب اللي عنا دائما يعني تعليق على انه وين الكتابه وكذا، هو فعلا تعليق ما جاي لا من تعاير ولا شيء، لا والله كله مجرب وطول الوقت عم نقرا نصوص، في مشكله حقيقيه جدا الكتابه، تحديدا الكتابه التلفزيونيه. صارت الاحداث والى اخره، وابتدأ بقى كل حدا يعني عم يحاول، ما هو الدراما السوريه معروفه بقصه واقعيتها، كيف بدك تيجي تعمل هلا شغله لا تنتمي للواقع، فبقى بده ينمي للنص بطريقه مختلفه، بطريقه ما، كل حدا بيختلف عن حدا، يحاول يقارب ويسدد. وبالتالي بتطلع هيك انت بتلاقي انه على الجانب الثاني وكأنه المحطات صار في عندها مثل يعني تعليق كومنت على المنتج السوري انه عم يدور بنفس الدورة. انا عم طلع هيك، هذا السبب اللي قادني انه انا ب 2014 او 2013 وقعت عمل اسمه الإخوة، جمع مجموعة كبيرة من الممثلين. وقت الكلام مع اياد نجار يعني اللي هو المنتج، يعني كان المطلب الاساسي انه يعني ما انا بيدخل بمخي مسألة الفورمات، لكن نحن الان مضطرين حاليا الظرف هذا الكتاب عم يعطونا اشياء ربما ما تمشي وهي بحدودها الدنيا عم تكون. فتعال نجيب دراماتورج، ودت له على الاستاذ حسن عويتي الله يجزيه الخير. عندنا الاشخاص اللي خلينا نقول هن كبار قدرا بيبتعدوا عن المسرح تقريبا بس يصيروا بمرحله، يعني خلص في مرحله من التلفزيون هي اكلت الوقت كله. اذا بنلاحظ هذا الشيء بعيدا عن ضغط العمل، بمصر دائما في تواجد بغض النظر عن نوعيه العروض اللي عم تتقدم بين هون وبين هون، مع احترام الجميع. فليش سبب هذا الابتعاد عنا بسوريا؟ وهل السؤال الثاني، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، شخصيه تستفزك ما قدرت تعملها،
وما انك مصرح عنها ولا مره، انت حابب تعملها ولسه ما قدرت تعملها. وشكرا. شكرا لك. يعني الابتعاد عن المسرح. انا اسف بس بدي اقطعك بشغله، ايه لانه انا تفضل، بالعكس انقذتني، قول. عندي فضول شوفك مسرحيا. يعني هذا مسرح، شو بدك؟ لا شوفك تمثيل، لانه انا تلفزيون مثلا حاضر لك شبعان. طيب شوف يا صديقي، اكيد في عبء ولوم علينا، انا واحد من المقصرين، بس الحقيقه انا بين القدر العام والانشغال وبين شيء يعني قررته، لاني انا طلعت من السنه يلي كنت فيها اشتغلت فيها ممثل ثانوي او كومبارس لمده سنه، 4 مسرحيات: الغول والطيب والشرير والجميل ومكبث ومدير منصه في ييرما مع الاستاذ غسان مسعود على التخرج. طلعت من طحبش، وصلت على المعهد على اداء رقبي بالتزامن مع صعود يعني واضح للدراما السوريه وعم تستقطب الجميع. انا بقول حيجي وقت، ممكن ما يكون هلا، حيجي وقت بشكل شخصي وبشكل عام ينشط هذا الموضوع. هو وين ما كان المسرح متراجع. كان لك شق ثاني من السؤال. دور الشخصيه ما في شخصيه، والله ما في. Last time.